السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله فيديو متنوع، نحب نشارك معكم شنو الاثاث اللي ركبناه جديد وتحضيرات رمضان من الحوت للحم. ان شاء الله اول حاجه نبداوها هذا كرسي يعني نقعد فيه وتنجم تخبي فيه حوايج. شريته من امازون ماركة ريلاكس تيس. كما تعرفوا من مشتريات امازون الاغلبيه تعجبني حاجه ريلاكس تيس، ديما عندهم الحوايج المصنوعه من اللوح. نورمالمون هالكرسي متاع كما نقولوا باثروم متاع حمام، انا عجبني لهنا في الكوجينه. احنا اغلبيه الوقت نعطيو في الكوجينه، قلت نحطو في الكوجينه. وهذه خزانه شريتها من الاي باي، موجوده حتى في الامازون، موجوده في برشا مواقع. ان شاء الله نحط لكم اللين. خزانه للمدخل متاع الدار، تحط فيها الاحذيه متاعك، تحط فوقها تجم ديكور الفوق، نظم فيها الحوايج اللي تجم تستحقهم كي تبدا تدخل ولا تخرج من الدار. بصراحه الخزانه رخيصه برشا، موجود ديما فيها انكيبوت، تقريبا كل شهر يعملوا انكيبوت وسوم مختلف. ان شاء الله تو نحط لكم الرابط اسفل الفيديو. تركيبها سهل، بديت انا شويه وبعد كمل راجلي. هذه هي الخزانه تو كملناها، بصراحه سمحه برشا. فيها 3 قشوره. حبيت نشارك معاكم تحضيرات رمضان. احنا ما كناش بصراحة يعني ناخذوا علوش ونذبحوه وحدنا، بصراحة كنا كيما الناس الكل نشريو اللحم، بحكم انه الواحد وليت عنده كيما نقولوا جردة ودارة كبيرة، واحنا بعاد برشا يعني على المحلات التركية الحلال ولا المحلات العربية في دوسودوف. صحيح نمشيو دوسودوف، لكن على كل مرة مثلا نحبوا اللحم ولا نحبوا نطيبوا حاجة باللحم ولا الحوت، صعيب علينا نمشيو دوسودوف، وصعيب علينا زيادة نشري الحوت يبدا طازج مثل من عند المحلات المغربية. دونك قررنا انه نعملوا سيستم جديد، هو انه نذبحوا في الدار ونحضروا كل شيء بالطريقة هذه كما في تونس. وبصراحة يعني حتى الأسوام تطلع أرخص، يعني كي مثل تاخوا علوش كامل أو تقى شكون يعني صديق من العائلة تشاركوا مع بعضكم، يعني تشريوا علوش وتذبحوه بالطريقة الإسلامية، يكون هكا سعر الكيلو متاع اللحم أرخص. هذا من الشوربة، كل شيء شوربة هو. احنا بصراحة بالنسبة لتحضيرات رمضان قينا هذه أحسن حاجة وأرخص حاجة أنه نحضروا لحوم رمضان بالطريقة هذه. عملنا المصلي والأغلبية عملنا الشوربة، لأنه بصراحة أنا نحب الشوربة في رمضان، ونحب ديما يكون اللحم متاعها حاضر. واحدة ولا زوز؟ مش كتلة ما يمشي واحدة. بيان سيور اللحوم الكل ما هيش رمضان. احنا صورنا الفيديو هذا عنا برشا التحضيرات قمنا بها ليامات التوالى، اما لكن هذوما باش يسهلوا لي الامور قبل رمضان وفي رمضان، انه خاصة اللحم متاع التيتيب المصلي والشوربة يكونوا حاضرين ومقطعين هكا. بصراحة نربح برشا وقت وتكون تحضيراتي سهلة. مثلا اذا باش نطيب شوربة ولا نعمل كسكسي ولا مصلي كل شيء نلقى حاضر، يعني مش لازم نمشي ونشري ولا نجي للدار ونقص. لهنا كيما تشوفوا قسمناه بالطريقة هذه، فما للمشوي فما للضيفان، يعني تبدا قطعة كبيرة مثل الكتف ولا الساق للضيفان، والبقية باش نعملهم قديد ومثل مقارونة ولا أي حاجة تسهل لي الأمور إن شاء الله في رمضان. لهنا بدينا هذم التحضيرات متاع الحوت وحدي. لهنا بالنسبة للحوت هنا يعني تشوفوا الكمية كبيرة لكن السعر رخيص. علاش السعر رخيص؟ لهنا احنا تشاركنا مع شكون صديق من الخدمة، نمشيو مع بعضنا نشريو الحوت بالطريقة هذه. كي تشري كمية أكبر يعني من سوق الحوت متاع ألمانيا، كان تحب تسألوا تو نعطيكم الأدريس. لهنا لازم يمشي شكون يشري كمية كبيرة، مثل يشري 4 صنادق متاع الكروفيت الصندوق 2 كيلو، مثل يشري 3 ولا 4 حوتات سلمون. يبكي تشرينا حوت القاروص لكن نشريوها بكمية كبيرة، يعني كل واحد يشري 6 كعبات، على خاطر لازمك تشري بكمية كبيرة باش يطلع السوم رخيص. أنا قسمتهم بالطريقة هذه رمضان، كيف حتى حوت السلمون باش نقسمها رمضان وقت رمضان. وعندي زيادة قرنيطة، حتى القرني تشريناه بكمية كبيرة وقسمناه احنا اللي تشاركنا الكل. بصراحة الشراء بالطريقة هذه يطلع السوم رخص. إذا أنتم عائلة صغيرة حاولوا تشوفوا شكون من العائلة أصدقاء أو أي حاجة
يتشاركوا معاكم وتشريوا بالطريقة هذه من سوق الحوت متاع ألمانيا. يجي السعر أرخص خير من اللي تشريوها مثل مرة قطعة أو قطعتين سلمون أو كيلو مثل كروفيت. بالحق الحوت هذه طلعت سومها أرخص وما شاء الله خرجت كمية كبيرة نستعملوها قبل رمضان وفي رمضان للمشوى. إن شاء الله مثل إذا تبدأ أيامات سخونة في رمضان نعملوا مشوى سلمون، ولا مثل إذا نحبوا حوت نقوا الحوت مقصوص وحاضر. بديت التحضيرات بصراحة قبل رمضان نعرف وقت طويل، لكن هذه أسهل لي حاجة بحكم أنه ما عنديش برشا وقت مثل في النهار نفضى ونقص ونحضر. بديت التحضيرات اللي تسهل علي الأمور ونقى كل شيء في الثلاجة حاضر باش هنا. بالنسبة للقرنيطة باش نطيب منها شوية، ناخذ منها كمية صغيرة للتطيب، خاصة الصوابع باش نعملهم شايحين، يعني باش نشيحهم بالطريقة كما نشيحهم في البلاد. باش نعملهم بالطريقة هذه خاطر حاليا ما فماش برشا شمس، باش نحط عليهم الملح كل مرة، يعني كل نهار مدة 3 أيام نحطها في الثلاجة 3 أيام، وكل نهار نعود نزيد نملحها. What is das? Ein bisschen Augen. Ja. Nein, 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 nein. بحكم احنا في اوروبا انا بصراحه كي تبدا ما فماش شمس كيما توا نملح اللحم بالطريقه هذه، نخلي 3-4 ايام نحط عليه الملح، كل مره نحيلو الماء نتاعو نحطو مثل في كسكاس باش الماء يقطر اللوطه، ونحط عليه ملح 3-4 ايام يشيح كيما هكا، وبعد نقليه في الزيت ويولي قديد. والقرنيط نفس الطريقه كيما تشوفوا نحطو في كسكاس وتحته صحفه باللار ونملحو كل 3-4 ايام ماكس 4 ايام في الثلاجه ونملحو بالطريقه هيك. بالنسبه للقرنيط ساعات نخرجو نعلقو نحطو في التراس اذا فما شمس. لهنا مادام عندي اللحم مقصوص قلت نستغل اللحم فريش وحاجة حلال وحاجة بنينة، يعني في الدار قسمناها لهنا باش نعمل عشاء أو فطور. لهنا بالنسبة للوقت هذا باش نعمل فطور حاجة سهلة اللي هي بطاطا مهروسة مع اللحم المشوي، اللحم هذا اللي قصيناه مع صوص تونسي صوص طماطم، حاجة سهلة. أول خطوة عملت بها بديت في الصوص، احنا نعمل صوص سهلة بصراحة وتعجبنا صوص الطماطم والفلفل، وبعد خذيت لهنا بطاطا مهروسة. بالحق هذه البطاطا المهروسة بنينة
علينا برشا، فقط بطاطا مع شوية زبدة والملح والفلفل الأسود. بصراحة حتى ولدي يحبها والصغار الكل تحبها. لهنا سي كملت الصوص هذي، والله إن شاء الله كان عندي وقت نصورها لكم. بصراحة صوص تونسية بنينة، أسهل حاجة، فقط شوية طماطم وفلفل وثوم، بنة على بنة، بالحق اقتصادية وحاجة تجم تدخلها في الطاولة ديما. لهنا باش نشوي اللحم خذيت شوية زيت زيتونة وملح، أنا هذه هي الطريقة اللي نشوي بها اللحم خاصة كي يبدا فريش، فقط شوية زيت زيتونة وملح، لا نعمل توابل، نعمل فلفل أكحل لا حتى شيء. سي الفطور طاب كما تشوفوا، بالحق حاجة سهلة، فقط شوية لحم نشوي، شوية صوص مع خبز باكيت والبطاطا المهروسة لولدي. إن شاء الله عجبكم الفيديو، هذه هي نهاية الفيديو، وإن شاء الله عجبكم الفيديو. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم.